بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم جميعا وعلى كل متتبعي قناة كويزين شهراء دي زد. اليوم اخترت لكم هذا الحلوى لمناسباتكم، لأفراحكم، لنجاحات أولادكم. اليوم تحضروا هذا الحلوى بكمية كبيرة، بنتها بنا سميتها أساور الكاوكاو، تجي من أروع ما يكون، تذوب في اليد قبل الفم بطريقة سهلة جدا وبسيطة. نتمنى إن شاء الله الوصفة تاعنا اليوم تعجبكم وتنال إعجابكم، وما نطولش عليكم أخواتاتي، نروحوا مع بعض نشوفوا الطريقة ومقادير الوصفة. على بركة الله. أول حاجة هنايا عندي 250 تاع مارغرين تكون طرية، لازم تكون هكا طرية باش تساعدك في الخدمة. ضفت عليها 4 ملاعق كبار تاع الزيت، وعندي هنايا 2 بيضات. الحاجة اللي تميز بها الحلوى تاعنا راح نحطو كلش مع بعض ونخلطو كلش مع بعض. هنايا عندي نص كاس تاع السكر، فقط نصف كاس، ما نكثروش من بعد نقولكم علاش. حطيت هنايا طبعا رشة تاع الملح، وزدت حطيت ملعقة صغيرة تاع لافاني. هنا جبت المضرب الكهربائي الباتر، تقدروا تخلطوه بالباتر ولا بالفوي فقط، كما تقدروا ديروها غير بيديكم. فقط حاولوا تمزجوا مليح المكونات تاعكم حتى يتجانس لكم الخليط وتتحصلوا على واحد القوام يكون كريمي. فوالا كما راكم تشوفوا هنايا. نتوقف. جبت هنايا كاس تاع بسكويت، كاس تاع كاطو، اي نوع تاع كاطو. انا يعني حبيت ندير ذوق الشوكولا، لكن ما تحصلتش على كاطو تاع الشوكولا. عندي هذا، ومن بعد راح نزيد له ملعقه تكون كبيره تاع الكاكاو. درت كاس كما راكم تشوفوا، وزدت هنايا كاس تاع كاوكاو يكون محمص ومرحي. انا رحيت الكاوكاو تاعي الرقيق درته هنا في العجينه، والخشين راح نغلف به الكاطو تاعي. زدت حطيت نصف كاس تاع المايزينا، وعندي هنايا كيس تاع خميرة الحلويات، وعندي هنا ملعقة تاع الكاكاو، لازم تكون نوعية مليحة. نتوما إلا درتو ذوق فاني يعني تقدروا تستغناو على ذيك الملعقة تاع الكاكاو، ولا درتو بسكوي ذوق شوكولا أيضا تستغناو على ذيك الملعقة تاع الكاكاو. هنا راح نخلط المكونات تاعي كامل مع بعض. فوالا بهذا الشكل هذا تجي البنات. هذه الحلوى هذه تجي ما شاء الله، تجي بنينه وتقطع لكم كميه ما شاء الله. نخلط مليح حتى تندمج هذيك المكونات اللي حطيتها بهذا الشكل هذا. نحي الباتور تاعي صاي ما نسحقوش،